تحذير صحي عاجل من داء الكلب في لبنان. حذرت كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من خطورة داء الكلب على الإنسان، إذ يعد من الأمراض الفتاكة. ينتقل المرض عند تعرض الشخص لعضة كلب مصاب أو حتى لخدش ملوث بلعابه، وقد يؤدي إلى الوفاة كما أكدت وزارة الصحة. يؤثر داء الكلب مباشرة على الجهاز العصبي المركزي. تبدأ أعراضه عادة بآلام في الرأس وصعوبة في البلع تترافق مع هلوسات، ثم تتطور إلى تشنجات وشلل وغيبوبة تؤدي في النهاية إلى الوفاة. يعد داء الكلب مرضا قابلا للوقاية إذا حصل المصاب على إسعاف طبي سريع وعلاج وقائي عبر غسل مكان العضة أو الخدش بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، ثم تطهير الجرح جيدا مع تجنب تقطيبه أو تغطيته، والتوجه الفوري خلال 24 ساعة إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح داء الكلب الذي يقدم مجانا في المراكز المعتمدة في مختلف المناطق، وربما جلوبولين مناعي حسب الحاجة. يسجل العالم سنويا حوالي 59 ألف وفاة بسبب داء الكلب، أي وفاة واحدة كل 9 إلى 10 دقائق، وتقع النسبة الأكبر من هذه الوفيات في آسيا وأفريقيا، ويعد الأطفال دون عمر 15 عاما من الفئات الأكثر عرضة للخطر.